انتقلت إلى جوار ربها مساء اليوم السبت الفنانة المغربية نعيمة المشرقي عن عمر يناهز 81 سنة، واحدة من أبرز رموز السينما والمسرح والتلفزيون في المغرب. وأعلن المخرج المغربي أحمد بوعروة عبر صفحته الرسمية الخبر الأليم للجمهور المغربي، ناعيا الراحلة بقوله: الأخت والرفيقة والصادقة والصدوقة والحبية مي والمحبوبة والساكنة في كل القلوب المغربية، الفنانة نعيمة في ذمة الله، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقدمت المشرقي خلال مسيرتها الفنية التي امتدت لأزيد من 5 عقود مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي طبعت الذاكرة المغربية ونالت إعجاب الجماهير، حيث تميزت بأدائها المبدع وأدوارها المتنوعة. وتركزت مسيرة الراحلة الفنية على مجموعة من الأعمال التي تناولت قضايا اجتماعية وثقافية، ما ساهم في تعزيز الثقافة المغربية، وكانت رمزاً للقوة والإلهام للكثير من الفنانين الشباب. وإلى جانب شهرتها في عالم الفن، سبق أن عينت الفقيدة نعيمة سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونسيف، ومستشارة للمرصد الوطني لحقوق الطفل، ورئيس مساعدة في النقابة الوطنية لمحترفي المسرح.